تحرش. يعني انت حكيت بهاي المواضيع كلها وما قلت شنو سبب هاي الافكار. هو اللي بسلبنا سبب لكن هو مو مبرر. نعوف هذا الكلام التعبان ونروح نحكي بالاسباب الحقيقيه. اكو 3 اسباب حقيقيه تخلي هاي الافكار داخل عقل المتحرش. السبب الاول هو المجتمع. تأثير المجتمع على عقلية المتحرش يكون بأكثر من شغلة، من ضمنها القيم الاجتماعية اللي زارعها بعقل المتحرش. مثل شنو يعني؟ مثل لوم الضحية، شنو اللي وداها هناك؟ ليش لابسة هيك؟ هذا غير الأفلام الإباحية اللي مدمن عليها الشباب، اللي شوهت تفكيرهم ونظرتهم للواقع وحتى خيالهم. السبب الثاني الطفولة. طفولة شنو؟ متحرش يريد ينتقم من المجتمع ويرد لنفسه حقه، واكو دراسات تقول انه من كل 5 اطفال تم التحرش بهم وهم صغار، 1 من عندهم من راح يكبر راح يرجع يتحرش بطفل ثاني، والسلسلة تستمر. السبب الثالث هو لوم الضحية، وهذا اخطر سبب من الاسباب. رد فعل المجتمع عن طريق لوم الضحية هو اكثر سبب لزيادة التحرش. بعض المجتمعات، ويمكن وصل لك هذا الشيء، يوصل رد فعل المجتمع لقتل الضحية. اكو دراسة سنة 1995 انه 60% من الضحايا اللي تم الاعتداء عليهم تم قتلهم عن طريق احد من اقاربهم. دراسة صارت سنة 2011 جابوا 119 شخص وقدموا لهم قصص مختلفة عن التحرش وسألوهم منو تلومون بهاي القصص. النتيجة كانت انه الناس اللي حطوا اللوم على الضحية كانوا الاعلى قابلية على التحرش. واكو سؤال مهم، هل المتحرش مريض نفسي